مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نعمل بارت 1 ونشوف ايه المنتجات النينجا اللي انا استخدمتها في 2024. هبتدي بمنتج كده مفاجأة يا جماعة بجد. المنتج ده سكراب اسمه ستاركي. هو مش مشهور قوي بس موجود في السوق وهتلاقوه كتير جدا، يعني في اي حتة هتلاقوها. بس بجد بجد يعني كلمة تحفة وروعة شوية عليه، كأنك عاملة ماسك كريم على جسمك. اوكي. ريحته حلوة جدا. يعني بجد الله يبارك لأصحاب الشركة اللي عاملين المنتج ده. والمفاجأة بقى الأكبر إن سعره ولا حاجة، يعني في منتجات 5 أضعافه في السعر و6 أضعافه، وعادي جدا بتبقى منتجات عادية جدا، مجرد بس إن انتي بتاخدي اسم البراند. فأنا برضو عايزة أقولك يعني جربي منتجات كتير وما تتغريش بمثلا بأسامي البراندات العالية، وان انت تستخدمي حاجات معينة طول حياتك. لا يا جماعة، غيروا وجربوا. مش شرط ان مثلا براند ناجح في حاجة ان هو خلاص يبقى هو ده. يعني في سكرابات عادية واقل من العادية انا استخدمتها في براندات. طيب تاني منتج برضو نينجا، طبعا غني عن التعريف. طبعا الصيف، يعني الصيف ما ينفعش معاه الديودرنتس العادية. انا نزلت قبل كده بدايل ونزلت منتجات مصري وحلوين وكل حاجة، بس هتضطري تكرريهم خلال اليوم. خلي بالكوا، عايزة اقول حاجة برضو للأمانة، لان الناس اللي متابعيني عارفين عني كده. بيز لاين في انواع، وفي يعني مش كل الانواع اللي فيه بيرفكت وحماية 24 ساعة. استنوا كده، لا كاتبين 48 ساعة، لا مفيش الكلام ده. يعني في عز الحر والعرق والدنيا دي، لا مفيش الكلام ده. 48 ساعة هو يعتبر اقوى ديودرنت موجود في السوق، بس زي ما بقول للأمانة مش كل الأنواع اللي فيه ماشي. يعني انتي بقى جربي، شوفي انتي بتحبي ايه او ايه اللي جا معاكي وامشي عليه، لان مش كل الانواع كده. تالت منتج نينجا يا جماعة جربته برضو انا، كان اول تجربة ليا، ما جربتوش قبل كده بصراحة واتفاجئت بيه. طبعا الشركة المحترمة ايفا. الشركة المحترمة ايفا، عايزة اقول لكم ان انا كنت بجيب كريمات الشعر اجي احط لبنتي على شعرها، افضل احط كتير 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 وشعرها يشرب المنتج، واحس كاني ما حطيتش حاجة. ابقى مستغربة، طب في ايه المشكلة؟ فين المشكلة يا جماعة؟ ان الشركات بتخلط، يعني تحط حبة كريم والباقي مية. تمام، مية. فانت لما هتحطي عادي مية على شعرك، ما انت عارفة اللي هيحصل. خلاص المية دي هتنشف وخلاص، مش هترطب الشعر في حاجة. لكن بصوا ايفا، هو طبعا يعني خلصان خالص، بس بصي الكريم نفسه تقيل ازاي. بصي الكريم نفسه تقيل ازاي، يا رب يكون باين. مش زي الكريمات اللي في السوق. مش هقول على ماركات ولا على اسامي، انتوا عارفينهم وما تشتريهمش ولا تضيعوا فلوسكم فيها. كفاية قوي كده لحد كده. اخر منتج بقى هختم بيه، واستنوا برضو بارتس تانية ان شاء الله. بفكر لكم يعني. طبعا المنتج ده هايل ورهيب وسعره ولا حاجة. ثباته حلو جدا، خفيف على الشفايف، مش بيعمل تكتلات، مش بيعمل الشكل المقرف اللي هو يفصل. اللي عارفين لما تبقوا حاطين الروج المط، لان الروج المط بطبيعته بيبقى تقيل ومفهوش ترطيب. فاما بتيجي تحطيه على الشفايف، جيتي كلتي جيتي شربتي، يروح عامل خط كده في النص فصلان. لا ده حتى الحركة دي يعني بتبقى يعني، لا ما لاحظتش ان هي يعني مقبولة جدا. يعني مش زي انواع تانية برضو براندات بتبقى غاية في السوق ومنظرها بشع. لا المنتج ده خلي بالكوا ده دبل، ده نص مط ونص جلوس. والنص الجلوس على فكرة 10/10 فوليوم وكل حاجة. منتج بجد محترم، وبشجع جدا جدا شركة مايت سينما وبتمنى لهم التوفيق. اثبتوا نفسهم في الفترة الأخيرة، وبجد يعني كل البرودكتس اللي بتنزلها الشركة منتجات محترمة جدا وكويسة وجودتها حلوة. انا خلاص خلصت بارت 1، يا رب يكون عجبكم. ما تنسيش اللايك والسبسكرايب، واستنوا مني كل جديد، وسلام عليكم.